كنت عايز الاول ابارك لك واقول لك الف مليون مبروك. الله يا يبارك استاذ فيك، احمد، ونورتنا وشرفتنا. استاذ احمد من اهم العملاء الخاصين باسلام الشاعر. اسلام الشاعر بيتعامل معايا بقاله فتره طويله. كنت عايزين تقول لنا بقى، تحكي لنا تجربتك مع اسلام وكنت واصل معاه ازاي، وقول لنا كل حاجه بقى. حاضر. اول شيء السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام. يعطيكم الف عافيه على الجهود اللي بذلتوها من ناحيه الشرح والفهم والمعلومات الصحيحه والكامله اللي كانت عندكم. طبعا انا اول شيء تعرفت على اسلام تعرفت عليه كان يوتيوبر، هو ما شاء الله بينزل معلومات، بينزل مشاريع في اليوتيوب، وانا كنت اتابعه. بيحاول يعمل توعية للعملاء نفسهم. بالضبط، وانا من الناس اللي بتابع بشكل عام عن العاصمة الإدارية. فأنا بحكم اني عقاري في السعودية ولي تقريبا 13 سنة ولا زلت في العقار في السعودية، بفهم الشخص اللي يبغى يبيع، وبفهم الشخص اللي بيسوي لك توعية او بيخليك تاخذ شيء تكسب فيه. مش هدفه البيع، هدفه انك انت تدخل تستثمر في المكان الفلاني الصح. فشفت كلامه جدا منطقي ومقتنع، فاتصلت عليه. تمام. وجيت مصر وقابلته وقابلت حضرتك. الله يخليك، نورتنا. وكان قبل اقابلكم طبعا بصراحة اخذت لفة على العاصمة الإدارية، اخذت فكرة كاملة، وبعدها لما جيت قابلتكم وشفت الوضع ما شاء الله تبارك الله، فتحت عيني على العاصمة. اوكي كتكم ومعاك يا محمود، يا باشمهندس محمود، اكتشفت انه اذا قبل لا تتخذ اجراء انت على بالك تبى تاخذه، انا عقاري كنت باخذ شقة سكنية، لكن قبل لا تاخذ شيء عقاري وللاستثمار افضل انكم تتواصلوا مع يا اسلام يا باشمهندس محمود. طبعا عينين براسه كلهم واحد. الله يخليك. ليش؟ لانه بيديك ايش الافضل لك، وانت ايش اللي تبغاه بالضبط، وايش اللي تقدر تاخذه، وايش الافضل من المشاريع اللي موجوده في العاصمه. فشفنا مشاريع جدا كثيره ما شاء الله، الابراج مليانه، لكن اخترت دبي. ترشيحاتكم يعني شفتها ودرستها، وعملنا دراسه كامله بالضبط، موقع الارض والماستر بلان، موقع الارض والاطلالات بتاعتك انت اهم حاجه. بالضبط، موقع الارض والاطلالات وتقسيمه المكاتب. لا تاخذ يقول لك مكتب كذا ولا مكتب تحصل انه سعره حلو ولا انه هو حلو وتتفاجأ، لا، هذه كلها لازم يكون واحد خبير في المجال العقاري عشان يعطيك الانسب شيء. فعليا اخترت التجار الاداري، عفوا المكتب الاداري، بعد استشاراتكم، وكنا عملنا حصر قبلها، وفعليا طلع كذا مكتب وكذا مشروع. بالضبط، وعملنا حصر للمشاريع اللي موجوده. هذا اقل سعر موجود في المشاريع كامله. وبصراحه انا من الشيء اللي شدني له البرج مميز، البرج كله بلاك مميز ومن جد يجذب الانظار. اذا تكلمت مستقبلا او احنا ايش اللي يعني يجذبنا، البلاك، الالوان البلاك كمشروع كامل حيكون. وما شاء الله تبارك الله شركة محترمة ولها سابقة أعمال طبعا، والأستاذ محمود رشح لي فيها وأنا شفتها بالضبط. أنا أشوف هذا كان أفضل اختيار لي في العاصمة الإدارية. أنا أتكلم عن نفسي كتوقيت شراء بفضل الله، بفضل الله أنا شايف إن هو فعلا كان أنسب فرصة استثمارية. حضرتك فعلا كلمت عن نفسك لأن أنت كنت عندك عندي أكثر مالية معينة. أنا عندي استثمارات في مصر بجزء معين، عندي استثمارات في السعودية بجزء معين. صحيح. فالحصة بتاعتي اللي جوه مصر أنا كنت عايز أظبطها بطريقة معينة. وأخذت شيء جدا مميز على إطلالة جدا مميز. الحمد لله والشكر لله. والله ما قصر. الحمد لله. يعني في أشياء أنا ما أقدر أتكلم فيها، نعتبرك بس أخ فعلا. أي والله ما صديق، قصرت. وإن شاء الله تبقى وبارك يعني لكم مستمرة. أي معليش عفوا، بارك لكم. أخذت العقد وأخذت وقعت طبعا بفضل من ربي وفضلا جهود طبعا اسلام اللي عرفني عليك. وما شاء الله تبارك الله انا اشوف صفقه ناجحه ومستمره حتى طبعا في التشغيل احنا معاك كمان ان شاء الله بامرك ربنا طبعا طبعا انا ما قدرت ما قدرت اوفي بحقه، لانه بصراحه انا ما بتكلم بشغله شيء الا بتكلم بالصدق، لانه انا واحد منهم وفيهم وانا اخذت. يعني انا اعتبر ده شيء يشرفنا ان انت شغال في المجال العقاري في السعوديه عشان اعرف الناس اللي تبغى تبيع واعرف الناس اللي تبغى تعطيك الفائده. اعطيتني ربنا يبارك يا رب. فعليا.